embrace with the verb معناه يحتضن. أقول إيه معناه بالإنجليزية؟ to eagerly accept a new idea, opinion or religion. يعني إن هو يكسب أو يتفق أو يعني هو موافق أو إن هو بيتقبل فكرة جديدة أو رأي جديد أو حتى دين جديد، أو ممكن في المعنى البسيط اللي احنا كلنا عارفينه إن هي الفيرب hug يعني يحتضن. For example, Sarah warmly embraced her son. سارة احتضنت ابنها بدفء. He was terribly afraid. ابنها كان خائف جدا. And he soon felt safe. وسرعان ما شعر بالأمان. تمام كده؟ طيب واحنا بندرس الوردز مهم ندرس الديريفاتيفز بتاعتها. طب بصوا على البيكتشر كده وقروا لي الورد دي كده. ايه دي؟ pride يعني ايه؟ احنا اخدنا قبل كده الصفة منها اللي هي proud. مش هقول لكم برضو معناها، هقول لكم sentence وانتوا تستنتجوا. I am proud of being Egyptian. I am proud of being Egyptian يعني أنا فخورة بكوني مصرية. أوكي، يبقى proud of فخور بي. طب لو قلت لكم إن pride هي النون منها يبقى معناها إيه؟ الفخر. معناه إيه تاني الإنجليش؟ A feeling that you are proud of something. A feeling that you are proud of something يعني إحساس إنك بتكون فخور بشيء ما. For example, pride is the mask of one's own faults. Pride is the mask of one's own faults يعني الفخر أو الكبرياء. بصوا بقى الجملة دي بالذات لها معنى معين، تعتبر مثل أو اصطلاح. عارفين الشخص اللي بيبقى مليان عيوب وفيه نقائص كتيرة دايما بيكون متفاخر زيادة، بيحاول يغطي على العيوب دي. فده مثل شعبي شوية باللغة الإنجليزية، ومعناه ان دايما الكبرياء او الفخر الزياده بيكون قناع للعيوب بتاعه الشخص. بنقولها ازاي بالانجلش باستخدام الورد بتاعت النهارده. Pride is the mask of one's own faults يعني العيوب. one's own يعني الذاتيه في الشخص، يعني one's own faults يعني عيوب الشخص نفسه. mask يعني القناع، وpride يعني الفخر. يبقى السنتنس كلها pride is the mask of one's own faults. اوكي، طيب تعالوا كده على البيكتشر دي. ايه ده؟ the root of the plant يعني الجذر او الاساس او الاصل بتاع النبات ده بنسميه الجذر او الاصل. root the origin or main part of something such as a custom, law, activity, etc. from which other things have developed. يعني الأصل أو الأساس أو الجزء الرئيسي من الحاجة اللي هي منها بدأت الشيء ده أو الحاجات دي تتطور. كانت الكلمة دي اسمها إيه؟ noun اسمه root. For example, my family has deep roots in Upper Egypt. أسرتي لها أصول عميقة في صعيد مصر. My family has deep roots in Upper Egypt. Moving on، نبص على البيكتشر، نحاول نتخيل ايه الورد اللي بتعبر عن البيكتشر دي، ونبص على البيكتشر. passionate شايفين الناس دي متحمسين ازاي؟ loving محبين ازاي للشيء اللي بيعملوه، متحمسين. يبقى عندهم positive action او positive attitude، عندهم اتجاه أو ميل معين إيجابي أو إحساس إيجابي ناحية الشيء ده. يبقى they are passionate about their career. For example، لو هم محبين لوظيفتهم هنقول عليهم إن هم they are passionate for their job، يعني محبين للوظيفة بتاعتهم. things that they do الحاجة اللي هم بيعملوها. For example، are you a passionate leader؟ هل أنت قائد محب ومتحمس وعندك كده اتجاهات الميول بتاعتك نفسها إيجابية؟ يبقى passionate. نخلي بالنا ان الورد دي جاية من كلمة passion يعني العاطفة نفسها، او love feeling إحساس الحب ناحية شيء أو شخص برضو بنسميه passion. أوكي، مهم جدا أدرس الديريفاتيفز بتاعت الوردز. طب نبص على البيكتشر دي كده، this end up. طب نبص على الورد دي كده end up.
phrasal verb. يعني ايه ده؟ ما end يعني النهاية او ينتهي. طب ليه جايب لها حرف جر جنبها up وأداة كده؟ لأنه phrasal verb فعل عباري، يعني بيتكون من أكتر من كلمة. يا ترى معناه إيه؟ نفس المعنى، ينتهي به المطاف إلى، أو ينتهي إلى، أو كيف ينتهي موقف معين. We use end up to talk about how a situation concludes. بنستخدم الphrasal verb ده اللي هو end up علشان نتحدث عن إزاي الموقف بينتهي أو بيصل إلى آخره. أوكي؟ For example, where did you end up going? Where did you end up going? أين انتهيت؟ أنت انتهيت بتعمل إيه أو رايح فين؟ يعني عملت إيه في الآخر؟ أوكي؟ end up. طب تعالوا نشوف النكست word. humor. humor. في الصورة في joke، في نكتة كده في الصورة، يبقى ده humor، فكاهة، مرح، حاجة مضحكة. laugh and have fun. لما أقول الشخص ده عنده sense of humor، عنده روح الفكاهة أو الدعابة، يعني هو funny، حد مضحك، بيبقى عنده fun. It's his sense of humor that makes us enjoy his company. يعني إنها روح الدعابة بتاعته اللي بتخلينا إن احنا نستمتع بصحبته. It's his sense of humor that makes us enjoy his company. روح الدعابة بتاعته هي اللي بتخلينا إن احنا نستمتع بصحبته. What's this word? humor. humor يعني روح الدعابة أو الفكاهة. أوكي؟ طب تعالوا نشوف الورد اللي عندي دي. بصوا على الصورة كده. هما التشاينيز، الناس الصينيين، بياكلوا بإيه؟ بيستخدموا أداة إيه يا ترى؟ بصوا على الصورة دي كده. شايفين الستيكس دي بنسميها إيه؟ chopsticks. chopsticks يعني اللي هي العصاتين دول اللي قدامنا في الصورة، اللي الصينيين بيستخدموا بيهم أو بيتناولوا بيهم الطعام. اسمهم إيه in English؟ a pair of small sticks. a pair of small sticks of wood or ivory. زوج من عدد 2 عصاه، يعني بتكون مصنوعة من الخشب أو من العاج. held together بيتمسكوا مع بعض in one hand بيد واحدة. and used in some Asian countries ويستخدموا في بعض البلدان الآسيوية as utensils كأدوات للطعام. as to lift food to the mouth لكي يتم رفع الطعام إلى الفم بواسطتهم. اسمهم إيه عندي؟ chopsticks. chopsticks. أوكي؟ أعتقد الصورة موضحة المعنى جدا. طيب إحنا عايزين نشوف example. in our country، ده حد صيني بقى بيتكلم. in our country في بلدتنا chopsticks are the main eating utensil. في بلدتنا بتكون الأداة دي او اللي هو اللي هم بديل للسبون بتاعتنا. احنا عندنا اسمها السبون، الملعقه. اوكي؟ لكن هم عندهم في تشاينا فور اكزامبل او in some Asian countries بيسموها chopsticks، بتستخدم للطعام وبتبقى اسمها utensil، يعني اداه من ادوات تناول الطعام. اوكي؟ moving on. عندي كلمه expatriate واقدر انطقها expatriate. طب بصوا في الصورة واعرفوا لي الشخص ده ماسك يعني شنط كده سفر. يا ترى هو is there in their country، هو موجود في البلد بتاعته in his own country ولا خارج البلدة؟ a person who lives outside their native country يعني شخص بيعيش خارج بلدته، يعني هو مغترب. expatriate. expatriate أو أقدر أقولها expatriate. expatriate المغترب. For example, the expatriates were naturally an important source of economic and political support. يعني المغتربين كانوا هم مصدر هام من مصادر الدعم السياسي وكمان الاقتصادي بصورة طبيعية، لأن هم وسيلة من وسائل إدخال العملة الخارجية داخل البلدة. expatriates. expatriates يعني المغتربين. moving on. now for grammar. دلوقتي بقى مع الجرامر. طول الوقت النهارده وانا عماله اقول لكم صفات كتير جدا adjectives مكونه من كلمتين. هي ايه هي الادجكتيف اصلا؟
أخدناها قبل كده بمعنى الصفة وكانت كلمة واحدة بس. طب النهاردة هناخد صفات مكونة من كلمتين أو أكثر، علشان كده بسميها compound. compound يعني مركبة. compound adjectives الصفات المركبة. زي ايه مثلا؟ على فكرة هاخد كتير جدا، أنواع كتيرة جدا منها، بس كل الفكرة ان دي أجزائها ايه، أقسامها ايه، بتتكون من ايه بالظبط. اوكي؟ طب أول مثال عندي لما بلاقي صفة زي a densely populated country. a densely populated country يعني بلدة مأهولة أو مكتظة بالسكان، فيها سكان كتير جدا. فين الادجكتيف هنا في الجملة دي أو في العبارة دي؟ دي عبارة مش جملة. أوكي؟ طيب عبارة يعني أكتر من كلمة ولكن مش جملة كاملة بتديني معنى كامل، هي مجرد عبارة جزء من جملة يعني. a densely populated country. النون country والصفة إيه؟ densely populated. يعني densely populated يعني مأهولة ومكتظة بالسكان. جت منين الصفة دي؟ في adverb ظرف أو حال اسمه densely يعني بكثافة. طيب وفي past participle populated يعني مأهول أو مسكون. مع بعض حطينا hyphen في النص، يعني الشرطة الصغيرة دي بنسميها hyphen علشان تبقى densely populated يعني مكتظ أو مأهول بالإيه؟ السكان. يبقى ده كان نوع معين من أنواع compound adjectives يعني الصفات المركبة. مثال تاني a well-known person. a well-known person يعني شخص معروف جيدا أو famous يعني مشهور. طيب تعال نشوف نوع تاني من compound adjectives. لما الاقي عندي adverb وجنبه present participle يعني الاسم اللي هو بنحط له ing بيبقى بنسميه present participle. تمام؟ وقبليه الادفيرب يعمل لي compound adjective صفة مركبة. ما بنفهمش يا مس من النظري ده، احنا عايزين مثال اهو. a never ending process. a never ending process يعني عملية لا تنتهي أبدا. never ending. never adverb. ending present participle يعني gerund يعني فعل وفي ing وحطيت hyphen في النص. a never ending process. طب تعالوا نشوف كمان example. a hard working person. لما اقول على الشخص ده انه hard working يعني شخص مكد بيعمل بجد. hard working person. تعال نشوف كمان امثله على الكمباوند adjectives. adjective plus past participle ممكن الاقي صفه ومعاها تصريف ثالث عشان تكون لي صفه مركبه زي a ready made suit. suit يعني بدله. ready made يعني جاهزه. طب ready يعني ايه؟ ده صفة معناها جاهز، وميد يعني مصنوع، وده التصريف الثالث من الفعل make. ready made هي الكومباوند adjective معناها مصنوع جاهز يعني مش متخيط عند ترزي مثلا او كده. a ready made suit. طب مثال كمان a much needed break. much needed break يعني فاصل محتاجينه جدا، محتاجينه قوي، عايزينه، احنا تعبنا وعايزين فاصل او فسحة من الوقت، يبقى a much ended or a much needed break يعني فاصل محتاجينه. بيتكون من much يعني adjective وكمان needed ده past participle. تعالوا كمان ناخد أمثلة على compound adjectives. adjective plus noun plus ed يعني ايه؟ a kind hearted woman سيدة طيبة القلب kind hearted. another example old fashioned clothes يعني ملابس بالية قديمة عفى عليها الدهر. old fashioned clothes تكون من adjective وبعديها noun وفي آخر النون بنحط ed وفي hyphen في النص كده. اوكي؟ دي compound nouns compound adjectives. طب تعالوا بقى ممكن الاقي adjective ومعاها noun زي ايه؟ a full time job. a full time job وظيفة بدوام كامل. ايه كمان؟ high quality crops. high quality crops يعني محاصيل عالية الجودة. high quality crops. فين النون اصلا اللي هو بيتوصف هنا؟ crops. طيب متكونة الصفة المركبة من ايه؟ من high adjective ومن quality noun وما بينهم hyphen علشان تبقى high quality crops. تعالوا كمان ناخد examples للcompound nouns. ممكن الاقي adjective وجنبها present participle زي an easy going person. an easy going person يعني شخص ميسر، شخص
بسيط التعامل معاه، سهل التعامل معاه، مش صعب كده، اقدر اتعامل معاه ببساطة وسهولة. easy going person. a good looking man، شخص مظهره جيد. تمام، a good looking man يعني شخص مظهره جيد. اوكي، دي امثله على الكمباوند adjectives، واحنا دايما لما بندرس الديريفاتيفز باخد منها امثله وابقى عارفه ان دي امثله ل compound adjectives. طب انا ممكن الاقي نمبر وجنبه noun بيعمل لي صفه، زي ايه؟ a 5 minute break. a 5 minute break يعني فاصل او فسحه من الوقت مدتها 5 دقائق، فسحه من 5 دقائق. نمبر 5 وبعدين كلمه minute مع بعض بقت 5 minute ودي adjective. اوكي. طيب another example a 3 hour meeting. a 3 hour meeting يعني اجتماع لمدة 3 ساعات. ما اقولش a 3 hours. هتقولي لي الله، طب ما 3 number عدد جمع، المفروض اجيب hours. لا، انا مستخدماها كصفة اشيل الجمع منها، تبقى 3 hour meeting يعني اجتماع مدته 3 ساعات. ممكن الاقي noun و adjective زي ايه؟ fat free food، طعام خالي من الدهون. ايه كمان؟ self-centered man، شخص متمحور حول ذاته، اناني مش بيركز غير على نفسه بس. اوكي. كمان تاني صفات انواعها ان هي مركبة ولكن بتكون بقى المرة دي من 3 كلمات. number نحط معاه year نحط معاه old. تعال نشوف كده. a 30-year-old man، رجل ذو كام سنة؟ ده عنده كام سنة؟ 30 سنة. الرجل ذو 30 سنة. 30 ده نمبر وبعدين هايفن شرطة وبعدين كلمة year وبعدين كلمة old وبعدين man. هتقولوا لي لا، ده المفروض تبقى 30 years old. ده 30 years old يعني 30 سنة ماشي، بس ده انا مش مستخدمها كصفة هنا. لا، انا عايزة استخدمها كصفة، يبقى انا بعمل هايفن كده ما بين الكلمات وبشيل الجمع ما احطش الاس. تمام. طب عايزين بقى مثال تاني. a 39-year-old lady، سيدة عندها كام؟ 39 سنة. عملتها ازاي؟ 30 نمبر 39 كلها على بعضها نمبر كمان اهو، وبعدين كلمة year وبعدين كلمة old وبعدين جبت النون اللي انا ايه بوصفه. تمام كده؟ شايفين الامثلة كتير جدا ازاي على الكومباوند adjectives، كل دي بتزود حصيلتنا اللغوية. طب ممكن الاقي noun جنبه past participle زي ايه؟ a time consuming activity. a time consuming activity يعني نشاط مستهلك للوقت، يعني نشاط بياخد وقت طويل. a time consuming activity. فين الكلمة اللي معناها يستهلك أو مستهلك؟ consuming. فين الكلمة اللي معناها وقت؟ time. كلها على بعضها تبقى time consuming يعني مستهلك للوقت. example تاني an English speaking country، بلدة متحدثة للغة الإنجليزية. بلدة بتتحدث إيه؟ اللغة الإنجليزية. وده كان مثال على الكومباوند adjectives لما بنكونها بناون وبعديه present participle. present participle قلت لكم من شوية يعني الverb plus ing. أوكي؟ طيب إحنا لسه برضو ما خلصناش الكومباوند adjectives. ممكن ألاقي noun وجنبه past participle يعني إيه؟ زي دي homemade food. homemade food يعني طعام مصنوع منزليا أو بالمنزل. طيب إيه تاني؟ a wind powered machine يعني ماكينة بيتم إدارتها أو تشغيلها بواسطة الرياح. فين الصفة المركبة هنا؟ wind powered. متكونة من إيه الصفة المركبة دي؟ wind ده noun وبعدين powered ده التصريف الثالث من الفيرب power يعني يشغل. اوكي. moving on. ممكن الاقي noun وجنبه noun يعمل لي adjective كاملة زي part time job، وظيفة بدوام جزئي. ايه كمان؟ a bullet proof suit، بدلة واقية للرصاص. noun plus noun يديني compound adjective. تمام كده؟ تعالوا بس اخد جزئية صغيرة هي اللي فاضلة في قاعدتي النهاردة، وهي لما اقول على الحاجة دي انها صفة معينة جدا جدا لدرجة ان كذا كذا. زي ايه؟ والله الفود ده الطعام ده so delicious، لذيذ جدا. that I will have more، لدرجة ان انا هاكل اكتر واكتر منه. تمام. بعمل ايه؟ بجيب so او such وبعدين الادجكتيف وبعدين that وبعدين اكمل جملتي. مثلا زي ما هقول مثال تاني
Oh, the story is so exciting. ده القصة مثيرة جدا جدا that I will read it twice لدرجة إن هقراها مرتين. يبقى هي جدا جدا لدرجة إن يبقى so أو such وبعدين الadjective وبعدين that. تعالوا نشوف examples. طبعا احنا قلنا قبل كده انا بدرس القاعدة من خلال سياق افضل من خلال examples كتير جدا. طبعا انا زي ما قلت بحط so وبعدين الادجكتيف او ممكن كمان احط adverb زي ما هنشوف في جمل دلوقتي وبعدين that واكمل جملتي. طب مثال عليها ايه؟ the cake is so nice، دي الجملة اللي احنا عارفينها، الكيكة او الكعكة لطيفة وجميلة ولذيذة. الشائع ان انا اقول so delicious يعني لذيذة جدا. طب انا عايزة بقى اقول لدرجة ان، فاقوم اقول ايه؟ that cake is so nice that I will have another one. دي لذيذة جدا لدرجة ان انا هاكل واحدة كمان. اوكي طيب فين so nice؟ طب that عملت ايه؟ جه وراها جملة كاملة that I will have another one. اوكي more examples. They walked too slowly. They walked so slowly that they missed the train. They walked so slowly that they missed the train. هم مشيوا ببطء جدا جدا لدرجة ان هم يعني ما لحقوش او ضاع منهم الايه، فاتهم القطار، ما لحقوش او فاتهم الايه القطار. so وبعدين adverb slowly وبعدين that وبعدين جملة كاملة. اوكي طيب عايزين more examples. ممكن استخدم such وبعدين adjective وبعدين noun وبعدين that. زي ما اقول الجملة الاصلية كانت it was such a useful book. ده كان كتاب يا سلام يعني مفيد جدا. طب انا عايزه اقول مفيد جدا لدرجه ايه؟ طب خلينا نشوف الاول ده كده وبعدين اخد example في such و that. They were such useful books. ينفع اقول such وبعديها adjective وبعديها noun مفرد او such وبعديها adjective وبعديها noun جمع زي books. اوكي طيب it's such nice weather. إنه مثل هذا الطقس الجميل أو اللطيف. تعالوا نشوف الجملة كاملة بقى. He has such a lot of money that he doesn't know what to do with it. He has هو لديه مثل هذه الأموال الطائلة لدرجة إنه مش عارف هو هيعمل بها إيه بالظبط. He has such a lot of money that لدرجة إن that هنا معناها لدرجة إن he doesn't know هو مش عارف what to do with it، مش عارف يعمل بها ايه. تمام كده؟ يبقى دي بس كانت الملحوظة اللغوية عن استخدام so أو such وبعدين adjective وبعدين that وجملة كاملة. وكمان درسنا النهاردة الcompound adjectives. Well, this is the end of our episode today. Thank you so much everyone for joining me today. Till I see you again. It's not goodbye. Take care.